البوليزاريو اليوم قدمت اغرب واغبى مقترح في تاريخ الامم المتحده، مقترح اللي حتى بالنسبه للناس اللي كيتبعوا الملف ديال الصحراء ما فهموش واش كيهضروا بجد ولا غير كيبغيو يديروا البوز السياسي. تخيلوا معايا بعد اكثر من 50 عام ديال النزاع، البوليزاريو رجعت واقترحات مقترح تقسيم الصحراء بين المغرب وبينها، وفوق هادشي كامل كيعطيو تقريبا المحيط والجهه الشرقيه كامله للجزائر بحجه انها الضامن. هذا المقترح جا في واحد الوقت اللي العالم كامل كيتكلم عن النهايه ديال الملف، وباقي اقل من 10 ايام فقط باش يسمعوا الناس القرار النهائي ديال الامم المتحده اللي الكل كيتسنى يشوف فين غادي يمشي هذا النزاع اللي عمر بزاف. الا بغينا نعرفوا كيفاش النزاع وصل لهذه المرحله حاليا، خاصنا نعرفوا شنو طرا في 2020. القصه بدات في نهار عمليه الكركارات في نوفمبر 2020، ملي المغرب قرر يفتح الممر التجاري اللي كانت سداتو ميليشيات البوليزاريو. العمليه كانت نظيفه وبلا دم وبلا حتى رصاصه، ولكن كان عندها وقع كبير بزاف لانها ورات للعالم ان المغرب ما غاديش يبقى ساكت على الاستفزازات، وان السياده ديالو على الصحراء ماشي للنقاش. من ذاك النهار تبدلت بزاف ديال الامور، المغرب ولا كيربح الدعم الدولي الكبير من امريكا وافريقيا واوروبا، وعدد كبير من الدول فتحوا القنصليات في العيون والداخله، وفي المقابل البوليزاريو ولات كتغرق اكثر واكثر، خصوصا بعد ما الجزائر ما بقاتش قادره تمولها بحال زمان، والظروف الاقتصاديه والسياسيه في الجزائر ولات صعيبه. واليوم وبعد 5 سنين تقريبا على الاحداث الكركارات، طلع مقترح غريب بزاف من جبهه البوليزاريو، مقترح تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليزاريو، بحيث كيقترحوا ان المغرب ياخذ شمال الصحراء والجنوب يبقى عند البوليزاريو. وكتقول بعض التسريبات ان السواحل الجنوب اللي غياخذوا البوليزاريو غتكون فيها قوات جزائريه كضامن، بمعنى اخر كانهم باغيين يديروا الساحل المغربي والمحيط الجزائري. وهنا خاصنا نذكروا بواحد الحاجه مهمه بزاف، هذا المقترح ماشي جديد، راه نفس الفكره اقترحها واحد المبعوث ديال الامم المتحده من قبل سميتو جيمس بايكر، اللي كان باغي يدير واحد التقسيم بين المغرب والبوليزاريو، ولكن المغرب رفض المقترح رفض قاطع. وكان قال عمر هلال السفير الدائم في الامم المتحده المغرب ما غاديش يفرط في حبه الرمل من رمال الصحراء ديالو. هذا الكلام كيبين ان المقترحات اللي كتجي اليوم من عند البوليزاريو ما هي الا نسخ باهته من مقترحات قديمه كانت عند الجزائر، وبطبيعه الحال المغرب كان كيرفضها دائما. والمثير في الامر ان بعض المصادر كتقول ان البوليزاريو قدمت هذا المقترح للامم المتحده باش يبان انها مرنه، ولكن في الحقيقه الهدف ديالها هو كسب الوقت، خصوصا ان الامم المتحده قربت تسالي المشاورات ديالها، وراها قريب غادي تعلن عن القرار النهائي خلال اقل من 10 ايام، اللي كيتوقع بزاف ديال المحللين انه غيكون صفعه قويه للبوليزاريو والجزائر. الخلاصه ان المغرب اليوم في موقف قوه، عنده دعم سياسي وعسكري واقتصادي، وعنده شرعيه ميدانيه حيت هو اللي مسيطر الان على الصحراء، بينما بوليزاريو ما عندها غير البيانات الاعلاميه والبلاغات الحرب الوهميه اللي كتلقوها من تيندوف. الناس اليوم في المناطق الجنوبيه للمغرب كينشئوا مشاريع وكيبنيو وكيتقداو في المراكز التجاريه، بينما الطرف الاخر باقي كيهضر على التحرير وما عارفينش ان الواقع تبدل والسياسه كامله تبدلات والعالم ما بقاش كيعترف بالوهم. وفي الختام خاصنا نقولوا ان ملف الصحراء راه وصل للنهايه ديالو، وبكل موضوعيه اللي مازال ما فهمش هذه الرساله راه غادي يسمعها رسميا خلال الايام القادمه، والمغرب غادي يبقى في صحراءه والصحراء غتبقى في مغربها، ومهما تبدلت المقترحات فالواقع كيبقى واحد، الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه للابد. الى عجبك هذا الفيديو الخفيف الظريف ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كان معكم عمر، وكنتمنى منكم تخليو الراي ديالكم في الكومنتيرات. نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.